هنعمل البتنجان المخلل بدقة الثوم والخل، بس الطعم جنان. يلا بينا. اهم نقطة واحنا بنشتري البتنجان الرومي، نشتري الحباية الطويلة، بلاش الحباية العريضة عشان بتبقى كلها بذور وهتشرب معانا زيت كتير. يلا بينا نبدأ نقطعه. هنقطعه حلقات وهنبدأ نغطيها بالدقيق من الجنبين عشان ما يشربش زيت نهائي وتفضل الشريحة ماسكة نفسها. وبعد ما نخلص تقطيع البتنجان حلقات بنفس الشكل ده، هنبدأ نسخن الزيت بتاعنا ونبدأ ننزل بالبتنجان نحمره من الجنبين. واول لما البتنجان يحمر كده هنبدا نطلعه ونصفيه كويس، وانا اضمن لكم ان الطريقه دي مش هتشرب زيت تماما. يلا بينا نعمل الدقه. 7-8 فصوص توم، وهننزل عليهم بفلفلايه رومي متقطعه ونص طماطمايه وشويه كزبره خضراء وقرن فلفل حامي وفنجان من عصير ليمون واربع معالق خل كبار. هنضربهم كلهم في الكبه كويس لغايه لما المكونات كلها تنسجم مع بعضها ويوصلوا للسمكه دي. الدقه دي بقى ممكن تتاكل كده حاف. كده الدقه بتاعتنا خلصت، مش ناقص غير ان احنا نبهرها. هننزل عليها بمعلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه من الكمون ومعلقتين من الملح، نقلبهم كويس ونبدا ننزل بيهم على البتنجان اللي هيبقى طعمه جنان. هنبدا نشرب البتنجان الدقه من كل مكان وهنحطه في التلاجة ساعتين 3 يندمجوا كده مع بعض. الطبق ده بقى اساسي على الفطار وعلى الغداء في اي وقت في اليوم. جربوه وهتدمنوه. اللي عجبه طريقه البتنجان النهارده يحفظ الفيديو عنده عشان وقت ما تحبوا تعملوه تلاقوه. وما تنسوش تعملوا اللايك. بألف هنا وشفا عليكم. سلام.